السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ من قناة بحييكم لكم من مليون تحية. ويلا نصلي على النبي وكل من النبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كده احنا النهارده بنعمل الغريبة. فالغريبة هي 3 مكونات بس، مفيش تالت، يعني مفيش غير 3 مكونات: الدقيق والسمنة والسكر. والسمنة يا بلدي يا زبدة، والزبدة لا بتشقق ولا اي حاجة ولا بتنشف. احنا مقدرنا النهارده على كيلو الدقيق 600 جرام زبدة أو سمنة بلدي، وعليهم 350 جرام سكر بودر. والسكر البودر بأكد اطحنيه في البيت ونخليه أحسن، ما تجيبيش من بره عشان بيبقى عليه نسبة نشا. الدقيق يستحسن برضو سنبلة الفرات أو الكوثر أو الدبلان، اللي هو يعني دقيق مخصص للكحك والبسكوت. في الغريبة والكحك بالذات لازم سمنة بلدي أو زبدة. والزبدة ما بتشققش ولا أي حاجة، بأكد. يعني في ناس كانت بتسأل السؤال ده، لا ما بتشققش وما بتنشفش، يعني لو نشفت يبقى تنشف من الخبيث في الفرن. لان اي حاجه بتزودها عليها سوا هتنشف معاك. لكن لو عملت بالطريقه بتاعتنا ديت، يعني اضربي السكر البودر والزبده الاول او السمنه لو عندك سمنه بلدي. بس الزبده مفيش مانع لو فرن او كريستال برضو، نوعيتها حلوه وهتديكي نتيجه حلوه. انا ضربت السمنه مع السكر الاول وبعدين لميتها بالدقيق بايدي. انا ضربت بالمضرب، وبعدين ممكن لو ما عندكيش مضرب يدوي او بايديكي عادي. اضربي السمنه في السكر، السمنه او الزبده. انا احتجت كمان حبه سمنه، حطيته ما لقيت العجينه ما لمتش معايا، حطيت. يعني هي خدت من 650 ل 700 جرام زبده يعني، بس انا زودت سمنه. و350 جرام سكر بودر طحناه في البيت، باكد في البيت احسن، على كيلو الدقيق. العجينه لمت معايا بقت ملبن زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ان شاء الله مش هتشقق معاكم ولا اي حاجه. انا عملتها وهوريها لكم دلوقتي زي الفل، ولا فرشت في الصاج ولا بصمت ولا اي حاجه. هتشوفيها دلوقتي. انا هبدأ بقى سبتها بردت طبعا، لان لم الايد بيديها سخونيه شويه. سبتها بردت شويه، او يعني العجينه تريح معانا. وبدات ان انا اكورها. ممكن تكورها زي ما انا بعمل كده، وهوريك هعمل كذا شكل كده. وممكن بالقمع بتاع الكريم شانتيه او لو القمع بتاع بلح الشام، بس القمع اللي هو مش مشرشر، ممكن تعملي بيها وتعملي دواوير كده، وهي مع السوا هتفرد نفسها، هتفرد معاكي شويه. يعني انا شفتي رغم ان انا يعني مش معلياها، فردت شويه معايا في السوا، فردت سنه بسيطه. هنا بقى انا بعد ما كورتها طبعا هعمل ابيض وهعمل بالكاكاو. طبعا ما عنديش لولي بتاع الغريبه، فعملت بسوداني مصحح اللي هو نص السودانية. وكنت سوداني تاني فرماه بدل البندق او الفستق. انا فرمت سوداني، يعني المتاح عندك في البيت. عندك لولي حطي، عندك بندق حطي نص بندقة. ما عندكيش ممكن تعملي زي ما انا بعمل كده، معلقتين كاكاو على حتة، وتعملي حتة بني وتعمليها بدل اللولي صغننة كده على الابيض. وممكن تعملي بقى برضو غريبة بني او الشوكولاتة زي ما بيقولوا، وتحطي فيها حتة بيضة زي اللولي كده، بالشكل اللي انت هتشوفيه دلوقتي. يعني المتاح عندك استغليه، المتاح عندك اعملي بيه. ما تتوقفيش، اعملي حاجتك في بيتك انضف واوفر، وتبقي ضمناها. ويعني حاولي تعملي حاجتك في البيت احسن. والدنيا يعني بصي بقى، بدأت ان انا اعمل اشكال تانية. طبعا عملت اللي بالسوداني شكلين اهوت، واللي الابيض والبني اللي بالكاكاو. ممكن نعملها كور جنب بعضها كده وتسيبيها. كنت انا عاملاها السنه اللي فاتت برضو، كنت عاملاها احمر. وبس انا لفتها كده زي البسكوت البسكريم. وعملت اللي هي برضو الملفوفه ديت، ادتني شكل حلو برضو. يعني وانت بتعملي ممكن تعملي اشكال كده بدماغك. ده حلاوه البيت بقى، حاجتك معاكي اعملي الشكل اللي انت عايزاه. مره تعملي شكل كده، مره كده، مره كده. معانا اهوت دول 4 اشكال غير الاتنين بالسوداني. وهعمل في الاخر حبه كده. لقيت عندي عين جمل صغنن كده، قمت مكسر بصراحه، كان في التلاجة، عملته على الحبه البيض الاخرانيين دول. عملت معاك يعني في الفيديو معاكي وكده 7 اشكال: 2 بالسودان اهمت، 2 بالابيض والكاكاو. بالكاكاو يجي 4 ولا 5، 4. واللي بالعين جمل بوريكم بقى كده. كانت خشة الفرن. الفرن طبعا هقيده من تحت بس على حرارة 180. يا دوبك كده ما في 10 دقايق ربع ساعة وتخرجيها، ما تصفرش من تحت. يا دوبك كده هتلاقيها سمنتها طلعت عليها كده لمعت، وبعدين هتشفطها تاني. وهتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني مش هتاخد معاكي الربع ساعة، اقل من ربع ساعة كمان. بصوا الشكل اللي من تحت بيضة، ما تسيبهاش اما تصفر، هتنشف معاكي. لو زادت السوا هتنشف. بوريكم شكلها بس يا دوبك يعني
سنه كده عن ما احنا كنا حاطين. هبدا بقى ان انا اغلفها معاكم بالشكل اللي انتوا شايفين ده بعد ما تبرد، مش وهي سخنه طبعا، سيبها تبرد خالص. وبعدين انا حطيتها على صينيه، وحطيت كيس من بتاع التلاجة. ممكن يبقى شنطه وتقفليها، او لو في علبه ورق برضو لازم كيس. ما تحطش في علب ورق او في علبه بلاستيك، لازم كيس. بوريكم عجينتها عامله ازاي اهو، بعمل لكم حته. هي ناعمه وطريه خالص بصراحه، وما نشفتش معايا، مش ما نشفتش عشان الزبده. باكد 3 مقادير بس هما ال7 اشكال. دي كيلو دقيق عليه 600 جرام، بس احتجت شوية. 600 جرام زبدة، 350 سكر بودر. والسكر بودر بأكد تطحنوه في البيت، لأن بره بيبقى فيه نسبة نشا، ممكن يكون هو ده اللي بينشف الغريبة. يا رب تكون الغريبة عجبتكم. و3 مقادير بس اهو، حاجات في البيت. وتعملوها كده وشكلوا بشكل واحد، شكلين، 3 براحتك، ان شاء الله تعملي شكل واحد. وكل سنة وانتم طيبين، وما تبخلوش عليا بقى باللايك، واللي بيشوفني لأول مرة يخش كده ويشترك في القناة. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. بصوا شكلها، بوريكم الصاج لا بصمت ولا عاملة حاجة. وكده بقى هغلفها بكيس وكده خلاص. سواء في علبة بلاستيك او في علبة ورق لازم كيس. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.